رجعت البيت فتحت امي رحت للدوريه. يقول لي هو بعد اذا راح وفيها الشغله واحد يفوت من ابنه يتحرش بيها وفيها الشغله صارت عندكم عادي. شنو الجديد؟ تحرش؟ شنو الجديد؟ تعنيف؟ شنو الجديد؟ هيفاء ضحية جديدة تنضاف لغياب تطبيق القانون. هيفاء الموظفة بالقطاع الخاص تعرضت للتحرش الجسدي وبدربونة بيتهم بعد ما كانت راجعة من الدوام وتركض على عيشتها. المسعور اللي تعرض لهيفاء ولاحقها المسافة طويلة لحد ما أشبع غريزته ما كان ظاهرة جديدة على المجتمع، لا، على طول الأنثى تتعرض للتحرش وتنهزم وتركض وتصرخ وترجع لي ورا، والذكر يفلت كالعادة بحكم طبيعة المجتمع، واللي يلبس الجريمة هي الضحية. بس الجديد إنه هيفاء تقول من رحت لدوريات الشرطة قالوا لي إذا راح أوفيه. أعوفه؟ صرنا هواية نسمع بمفردة الدورية ثابتة، بيتكم يندق عشائريا وتركض للدورية الواقفة بالدربونة يقولوا لك الدورية ثابتة، عليك سطو مسلح الدورية ثابتة، سايق يدعم بنتك وينهزم الدورية ثابتة. السؤال الأهم هنا، إيش فايدة الدورية؟ من العين الدورية ثابتة بس الجريمة مستمرة، هيفاء وغيرها يتعرضون للتحرش والدورية ثابتة. بلوبيري، المستقبل يصنعه المؤثرون.